ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل عام وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. رمضان كريم عليكم وسعيد عليكم وأسرتكم الجميلة يا رب إن شاء الله. هنعملها النهاردة بقى بأبسط حاجة، ومكون واحد هيخليها جميلة جدا معاكي وأجمل وأوفر من اللي بتشتريها من بره. معانا اللبن هنغليه ونسيبه يبرد. تمام 2 كيلو لبن بقى، كيلو حسب على حسب عدد أفراد أسرتك. هتعملي كيلو، هتعملي 2، زي ما يعجبك. المقادير كلها واحدة. تمام. أنا هنا عاملة 2 كيلو لبن. هاخد معاهم علبة زبادي، هفضيها في الطبق بالشكل ده وهحط عليها المكون اللي هيخليها جميلة جدا معاكي، معلقة سكر. تمام. هتكسر الحموضة بتاع اللبن، ما يتخليش زعق معاكي. هنزل عليهم بكوبايتين من اللبن كده، او كبشتين من اللبن زي ما انت شايفة كده. وهدوب اللبن مع السكر كويس جدا. لازم تدوبي السكر عشان ما يبقاش مقرقش معاكي في الزبادي، لانه لو جمد في الزبادي جمدت السكر فيه خلاص هيقرقش معاكي ومش هيبقى حلو. هيبقى في بقك كده بيقرقش، بتاكلي سكر. تمام. قلبنا الزبادي مع السكر مع اللبن، وهنجيب اللبن بتاعنا زي دمعة العين كده، نختبره كده ان هو برد زي دمعة العين. بعد ما تغليه تسيبيه يبرد. يا دوب تغسلي ايدك بقى كويس وتحطي صباعك كده ان انت تستحملي درجة الحرارة على ايدك. تمام. هننزل بقى باللبن والزبادي والسكر اللي احنا دوبناهم على اللبن، ومش هنقلب كتير. دي خطوة برضو مهمة يا جماعة، ما تقلبيش كتير في اللبن علشان ما يفصلش منك. تمام. بعد كده هنقلبه بقى كويس، وبعد كده هنجيب الكوبايات بتاعتنا او اي حاجة عندك بقى انت بتعمليها. النهاردة هنعمله من غير مية ولا فرن ولا اي حاجة. هوريك هتعمليه ازاي، وبطريقة سهلة جدا وتوفر عليكي التعب، من غير ما كنز الزبادي ومن غير ما تغلي مية ولا اي حاجة. يلا هنعبي بقى في الكوبايات كده الزبادي بتاعتنا الجميلة دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وزي ما قلت لك ما تسخنيش، ما تخليش اللبن سخن عشان الزبادي ما تفصلش منك وتعمل ميه. بتشوفي فيه زبادي كده بتقولي ان هي بتفصل وتعمل ميه، ده سببه ان انتي بتخلي اللبن سخن جدا. ما تخلوش سخن معاكي خالص، خليه زي دمعة العين كده، وان انتي تستحملي درجة الحرارة على ايدك. تختبري كده بصباعك وتستحملي درجة الحرارة، يبقى هو كده مظبوط. خلاص خلصنا كده الكوبايات بتاعتنا. هنسويها الزبادي دي في الميكروويف. اللبن اللي فاض معايا اهو، انا مش هحطه في الكوبايات بقى، ممكن تسيبيه في حلته زي ما هو كده. هيعمل معاكي زبادي تغطيه وتحطيه في المية السخنة، بس انا هفضيه في السلطانية معايا الحلوة دي، وهوريكم انا هعمل فيه ايه. دي الطريقة التانية اللي هي بتاعت المية. تمام. انا هعمله معاكم بطريقتين. الطريقة التانية اهي هتبقى صينية ستانلس كده، عشان المية المغلية ما تزرقش معاكي الحاجة الألمونيا اللي هتحطي فيها. لازم تكون حلة ستانلس كده او بلاستيك يستحمل النار. تمام. او المية السخنة. هنفضي بقى المية بتغلي زي ما انتم شايفين كده في الكاتل اهو، في الصينية، والصينية فيها السلطانية بتاعتنا. وبعد كده هنغطيها كويس جدا اهو، وتسيبيها مكانها ما تحركيهاش، لانك لو حركتيها هتفصل معاكي وهتعمل ميه. هتسيبيها مكانها. تمام. مش هتسيبيها مكانها مش مكان امن الرخامه. حطيها في فرن البوتاجاز. تمام يا حبيبتي. تمام كده. وغطيها كويس عشان البخار ما يطلعش منها، ويبقى كده ما استفدناش بالبخار اللي هو هيسوي لك الزبادي. تمام. خلاص خلصنا الخطوه دي. وممكن تعمليها في الكوبايات وتحطي الكوبايات في الصينية في المية السخنة برضو. انا عملتها النهاردة في الميكروويف تشغليه على 50 ثانية. تمام. 3 مرات، بعد كل ربع ساعة تشغليه 50 ثانية. 50 ثانية 50 ثانية 50 ثانية 3 مرات. كل مرة بين المرة والمرة ربع ساعة، تعدي على ايدك كده ربع ساعة. تمام. بعد كده هتلاقي الزبادي بتاعتك اهي زي ما انت شايفة. تمام. استوت معانا وبقت زبادي احلى من اللي بتجيبيها من بره، وانضف وارخص. يعني حاجة جميلة جدا. شايفين زبادي اهي ولا مش زبادي؟ جميلة جدا وتحفة وطعمها كريمي وجميل جدا. وكمان اوفر يا جماعة. دي علبة الزبادي النهاردة الصغيرة ب8 جنيه.
طب 2 كيلو لبن، شوفي عملوا لك كام كوباية او يعملوا لك كام علبة. بصراحة توفير التوفير، مفيش اوفر من كده والله بجد. اهو زي ما انتوا شايفين، كوبايات حلوة كده على قد الاولاد وجميلة. وده يعني كريمة تعمليها في البيت كده زي الكريمة، انما بره بيعملوها مش عارفة بيعملوها ازاي، لها طعم غريب قوي غير اللي بنعملها هنا في البيت. جميلة جدا معانا ويستحيل تفك منك، وطعمها تحفة يا جماعة. اهو، وتمشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها هتبقى معاكي حلوة جدا. نشوف بقى الزبادي اللي انا عملتها في السلطانية وفي المية السخنة اهي، شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو، حطي لايك وشير وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. وما تنسوش الدعاء في الأيام الفضيلة الكريمة دي لإخواتنا في غزة. أهم حاجة الدعاء لإخواتنا في غزة وفلسطين يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصرهم وآمنهم من جوع، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. تمام. شايفين الكريمة بقى في الكوبايات اهي، زبادي كريمة كريمة كريمة، ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. صلوا بنا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي وشرفيني. يلا يا حبيبتي، اعملي الزبادي في البيت، اوفر واضمن وانضف والاولادك هتبقى جميلة جدا. ودي كانت طريقة الزبادي العادية معانا. لو عايزة طريقة الزبادي بالفراولة اكتبي لي في التعليقات وانا هنزل لك الطريقة. جامدة جدا بصراحة وخرافة، والأولاد بيحبوها جدا، الزبادي بالفراولة. استودعكم الله، اشوفكم في فيديو جديد ومع ألف سلامة.